لن تجد كلاما أصدق ولا أعذب ولا أحسن من كلام الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين، ولن تجد قصصا أجمل ولا أكمل من الذي قال في كتابه: نحن نقص عليك أحسن القصص، ولكن اللهم ارحم ضعفنا ما قدرناك حق قدرك. لو أن الإنسان أعطي الحكمة فقال: أريد أنا أحب القصص، فصرف الله قلبه وقالبه وفكره ووجدانه إلى قصص القرآن، فنظر في كلام الله وهو يقص على خلقه، ما تجد المبالغات، حتى الجماد قص الله لك خبره، وقص لك أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. انظر إلى الكلام الحق الفصل، وليس من 5 ملايين سنة و7 ملايين سنة وسارت ونقل الديناصور وركب الديناصور وراح الديناصور، أوهام ما تدري أين تذهب وأين تجي ولا من أين حتى جاءت. قال أبو بكر بن العربي: قلنا على الوثير، قالوا: وما الوثير؟ قال: أبو الأثير. قالوا: وما أبو الأثير؟ قال: خلط بخلط وتضليل بتضليل. أما الله عز وجل ما عنده يقص لك أحسن القصص، تأتي إلى القصة في جمالها في أسلوبها. إن كان تريد البلاغة والفصاحة فلن تجد أبلغ ولا أفصح من كلام الله جل جلاله. جاءهم بحرف واحد مما ينطقون به، وقال للعرب بلسان الحال: أنتم تتكلمون بهذه اللغة وتعقدون لها مجالسكم وتتفاخرون وتقيمون الدنيا وتقعدونها، نون والقلم وما يسطرون. نون ما معناها؟ ما الذي فيها؟ فأعياهم وأعجزهم. حرف واحد، قاف، والقرآن المجيد قاف ماذا تدل؟ وإذا بهم قد خرسوا وسكتوا. هذا هو العلم الذي تنتهي عنده العلوم، وهذا هو الرب الذي لا أصدق منه قيلا ولا أحسن منه حديثا.